دايما تكونوا بخير وسعاده وهنا وصدر وصحه وراحه بال. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تحسن بها الاخلاق وتوسع بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتملا منها الافاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه دائما من يوم خلقت الدنيا الى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. النهارده هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وبتمنى منكم شير واشتراك ولايك، علشان انا عايزه صوتي يوصل. انا هتكلم في حاجه مهمه جدا عن القانون القديم. القانون القديم دوت ازاي عايزين تلغوا عقد ممتد وكان متفق عليه. عقد يتلغي ازاي ممتد ومتفق عليه؟ انا هتكلمكم في كام نقطه كده مع بعض، هنتكلم فيها بالراحه. اول حاجه، المالك، انتوا بتقولوا ان المالك مظلوم. المالك واخد حقه من المستاجر ايام لما كان الجنيه الواحد كان بمقام 100 جنيه. ال100 جنيه كانت بمقام 1000 جنيه واكتر. يعني المالك لما خد من المستاجر عشان يأجر له الشقه واخد حقه كامل. في ملاك كانوا بيبيعوا الشقق ويبنوا ادوار تانية، وفي ملاك كانوا بيبيعوا الشقق ويأجروا الشقق، قانون قديم، وكانوا بيبنوا عماره بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، احنا ما بنبصش لحد، كانوا بيبنوا عماره واثنين وثلاثه. ازاي انا اطلب من مستاجر عايش في الشقه ان هو بعد 5 سنين يسيب الشقه ديت؟ يبقى دوت ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى دوت حكم، اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. المالك واخد فلوسه كامله متكامله من ايام ما كان الجنيه جنيه. كانت ال10,000 جنيه دول بمقام 100,000 جنيه دلوقتي. يبقى المالك واخد حقه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بنى عماره واثنين وثلاثه من فلوس الشقق اللي كان بيأجرها للمستأجر. ازاي المستأجر يخرج من الشقه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ازاي اطرد حد من بيته وعاش فيه وصرف عليه ودخل مرافق ليه ووضب وصرف وعاش فيه عمره كله هو وولاده، اطلب منه ان هو يخرج من بيته بعد 5 سنين؟ هتقولوا نزود الايجار، معاكم زودوا من الايجار بالنسبه المعقوله، زودوا الايجار بالنسبه المعقوله. ما هو اللي ساكن في ايجار دوت مش من يونير، اللي ساكن في ايجار دوت مضطر ان هو يسكن في ايجار. لو معاه فلوس كان اشترى تمليك، ما كانش قاعد في ايجار. اعملوا بحث اجتماعي عن الشقق المقفوله وخدوا الشقق المقفوله على الفاضي، لان اللي مقفوله على الفاضي ده اكيد صاحبها ليه مكان تاني. لكن الشقق اللي السكان قاعدين فيها ما لهمش مكان غير الشقه ديت، اقول ان هم يخرجوا من الشقه، ده يبقى حرام. انا عايزه صوتي يوصل للمسؤولين. اللي قاعد في ايجار دوت محدود الدخل ومش قادر يجيب لنفسه شقه تمليك ولا قادر يجيب لعياله، ازاي بعد العمر ده كله ارامل وايتام ومحدود دخل وموظف على قد حاله ويخرج من شقته؟ ده يبقى حرام. يبقى دوت مش من عدل ربنا.